السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. صلوا على النبي واذكروا الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أهلا بكل صحابي وأخواتي متابعين قناة المزرعة السعيدة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن تربية المعيز، وأهم حاجة وأهم مشكلة بتقابل الناس اللي بتربي وبتدخل حاجة جديدة عندها اللي هي الإسهال. ومن أكبر المشاكل اللي بتسبب وفيات وبتسبب مشاكل كبيرة هي الإسهال. هنتكلم إن شاء الله عن أسبابها بتيجي ليه، وأسبابها وعلاجها ومشاكلها كلها إن شاء الله. الإسهال بيجي بسبب أول حاجة تغيير المكان والأكل. تمام. الماعز الماعز والأغنام كرشها بسيط سبحان الله، يعني هي بتتعود على الأكل اللي هي بتاكله، فالكرش نفسه بيفرز بكتيريا معينة بتهضم كل نوع أكل لوحده. يعني أنا لو بوكل ذرة مثلا، او انا مشتري مثلا الحاجه، والحاجه دي كانت عند صاحبها، هو بياكل برسيم وذره بس. تمام. فالكرش بيبقى متعود ان هو يفرز البكتيريا الخاصه اللي هي بتهضم الذره بس، فهنيجي مثلا نديلها شعير او حاجه تانية او اي علف تاني. تمام. فانا اشتريتها واديتها العلف التاني دوت مره واحده، فهي بتاكله مفيش بكتيريا تهضم العلف الجديد. تمام. بيفضل العلف موجود في الكرش بيتخمر. فطبعا مرحلة دورة العلف او مرحلة الهضم بتاخد 3 ايام بيتهضم، وعبال ما بيخرج بياخد 3 ايام. تمام. فانا اكلت اول يوم من العلف الجديد، وتاني يوم من العلف الجديد، وتالت يوم من العلف الجديد، والبكتيريا لسه ما نزلتش، فبتحصل مشاكل اللي هي اللجمة. العلف بيفضل داخل الجسم وبيحصل مشاكل كبيرة، ان هو ما بيتهضمش وبيعفن وبيؤدي لتسمم دموي وبيموت الحالة. تمام. او بيحصل بتفك، ربنا بيكرم الحاجة دي وبتفك وبيجي لها اسهال، وده بيبقى فضل ونعمة من عند ربنا. فاحنا العلف يعني احنا هندخل حاجة جديدة او لسه شارين الحاجة جديدة، فاهم حاجة بنفكر فيها الاكل اللي هي بتاكله. هي كانت بتاكل عند صاحبها ايه، فبنسأل صاحبها والله يا باشا احنا اشترينا منك الحاجة دي انت بتأكل ايه، او نظام الاكل بتاعك ايه، فبيعرفك مثلا والله انا باكل كذا وكذا وكذا وكذا. فانت بتبتدي عندك حل من حلين: يا اما تشتغل على نفس الاكل، تمام، او بتبتدي تاخد الحاجة وبتديلها الحاجة الملقى. طبعا بتبقى عموما مفيش منها مشكلة، زي البرسيم زي الدريس الحاجات دي، بس انت هتغير الاكل. فبتبتدي تدريجيا. تدريجيا ازاي؟ يعني مثلا جدي زي اللي في الفيديو دوت ممكن مثلا بياكل كمية، وليكن على حسب وزنه، اللي هو بنحسب مثلا العلفة بتاعته بتاخد 2.5% من وزن الجسم. فهو بياكل مثلا، هنقول بياكل كيلو في اليوم على وجبتين نص ونص. تمام. فانا جبته جديد من عند صاحبه، فانا مضطر او معرفش العلف اللي هو كان بياكله، فمضطر ان انا اغير نسبة العلف. فلا، ما انا مش هوكل نفس الكمية خالص، او مش هحسب مثلا هو ايه بياكل كيلو في اليوم، فانا هحط له مثلا من العلفة الجديدة بتاعتي كيلو في اليوم. لا، انا هبتدي ادربه على نوع العلف اللي عندي. هديله مثلا نص كيلو في اليوم، اقل من نص كيلو كمان في اليوم مفيش مشكلة. هديله شوية صغيرين ان هو يبتدي يتدرب على العلف ويهضم ويشتغل. فهبتدي مثلا اول 3 ايام هديله مثلا نص الكمية او تلت الكمية. مثلا لو هو بياكل كيلو هديله مثلا ربع كيلو مثلا كل يوم. هي وجبة واحدة بس يتدرب عليها. وفي خلال 3 ايام لو مفيش اسهال، ببتدي بقى من بعد ال3 ايام والدنيا تمام، ببتدي ان انا مثلا ازود الربع اخليه نص. بعد ال3 ايام اكمل معاه كمان اسبوع وهو بياكل نص كيلو. بعد الاسبوع مثلا ابتدي تدريجيا مثلا ازود كمان ربع كيلو في تاني اسبوع. تالت اسبوع ابتدي اديله الكمية مثلا كلها، مفيش اي مشكلة من العلف اللي انا دخلته جديد. فالحاجة كده ده على اي حاجة. فالحاجة كده ابتدت تتعود، سواء خرفان او اغنام او معز، ابتدت تتعود على نوع الاكل. فهبتدي ان انا اشتغل معاها بالعلفة بتاعتي الجديدة، وما استعجلش ان انا ادخل العلف جديد على الحاجة. تمام. في حاجة تانية برضو من مسببات الاسهال ومسببات برضو الالتهابات الرئوية والحاجات دي برضو من الاكل والحمى النقل. الحيوان بيجي مثلا انا اشتريته فجاي من محافظة تانية من السوق، انا جايبه من السوق. فالسوق ده فيه المحافظات كلها ناس من كل المحافظات بتيجي في السوق، فبيحصل له اجهاد. ففي بكتيريا بتبقى هي اصلا من الطبيعي بتبقى موجودة في الرئة بتاعة الحيوان، فبتعمل ستريس على الحيوان وبتبتدي تنشط
بسبب الاجهاد بتاع المشوار والنقل والحاجات دي، فبتبتدي تنشط، فالحيوان بيبقى تعبان وعنده اجهاد والدنيا مش متظبطه معاه. تمام. فبيبتدي برضو المعدة ما تشتغلش والكلام ده، فانا لازما برضو اركز ان اي حاجة جايبها لازما اديلها الكميات العلف بسيطة جدا في اول 3 ايام، وابتدي اجرب معاها الاكل يوم والتاني والتالت، وبعد كده ابتدي ازود الاكل. تمام. اما هما النقل ديك طبعا انا جايب حاجة فلازما اديلها حاجة يعني ايه، احتياطي. يعني احتياطي لو هي جاية من محافظة تانية بديلها، بحاول اديلها حاجة حاجة للتنفسي أو الالتهابات الرئوية أو المشاكل الرئوية، بديلها مثلا تايلوزين، تايلوفيت. بديلها مثلا أوكسيتراسكلين. واديلها مثلا لو هديلها أوكسيتراسكلين ممكن اديلها مع مضاد للالتهاب زي ديكلو، زي أنالاجين، زي ديكسا. أي حاجة مضادة للالتهاب معايا عشان برضه أتجنب حمى النقل. طيب ايه الحاجات التانية اللي ممكن تسبب لي الاسهالات؟ ممكن مثلا التعفن في العلف، العلف فيه سموم فطرية او حاجة، او انا مثلا دخلت عيش والعيش فيه عفن، تمام، ومدخلتوش تدريجيا واديته مرة واحدة، او فيه عفن. ففي الحالة دي انا بعمل ايه؟ هنتكلم بقى على العلاج. لو الحالة اللي قدامي داخلة مثلا على لكمة فيها مشكلة وكده، فببتدي اديلها خميرة فورية، كيس خميرة فورية او معلقة خميرة فورية على ربع لتر مية، وبحاول اشربها لها. ده عشان ايه؟ عشان اللكمة او يساعد على الهضم او البكتيريا. الخميرة بكتيريا مفيدة وفيها فيتامينات بي 12 وبي 6، وفي شوية فيتامينات كويسة، وبتساعد الكرش على الهضم، بتحلل الاكل اللي جوه المعده. تمام. وبترطب المعده وبتخفض درجه الحراره، وهي حتى لو الحيوان ما فيهوش اي مشكله هي مش مضره، يعني مش هتاذي ومش هتلخبط معايا. بلاش بيبسي ومش عارف ايه والحاجات اللي بتتعمل دي اللي احنا بنعملها من سنين، الكلام ده يعني مش مفيد. فخلينا في الايه، في المضمون. الخميره من احسن الحاجات اللي ممكن نشتغل عليها في الحالات اللي زي كده. تمام. فعلى حسب المسببات، احنا مثلا اشتبهنا ان الحاجة دي كانت كتير او ثابت مثلا وطلعت على شكارة علف او حاجة وكالت لما خلاص. في الحالة دي بروح جايب كيس الخميرة وربع لتر مية، وبدوبه كويس في ازازة كده وبحاول اشربه. تمام. وبسيبه يستريح خالص، ما بشغلش دماغي بيه. وفي نفس اليوم اللي حصلت فيه المشكلة ده كان بوقف العلف خالص. تمام. ده لو في اي مشكلة. طيب الصغار اللي هو صغار المعيز، لو مثلا صغار الاغنام والماعز في اسهال، ده اسبابها ايه؟ اسبابها بيبقى مثلا زيادة في اللبن، اللبن كتير، بيشرب لبن كتير فبيحصل اسهال. تمام. في الحالة ديت بشوف اي مثلا اسف اي حاجة للإسهال من الصيدلية البشرية عادي، مفيش منها مشكلة. أي دواء شرب للإسهال ببتدي أديلها. تمام. وأحاول إن أنا أخفف اللبن من ما خلاش ترضع كتير، أو بيبقى سبب برضو الإسهالات للصغيرين إن هم ابتدوا ياكلوا جديد، فما بقلقش، بحاول إن أنا أتابع الحاجة. أهم حاجة إن ما أسيبهاش تاخد في الإسهال فترة طويلة عشان ما يحصلش جفاف ويحصل مشاكل كبيرة بعدها، يعني ممكن توصل للموت، او ان انت توصل ان انت مضطر ان انت تعلق محاليل للمعيز او للغنم. الجفاف خلاص وصل لاقصى حد، فلازم تعلق محاليل. تمام. فالوقاية خير من العلاج. كده في الصغيرين عرفنا العلاج ايه. وفي الكبار برضو ممكن نديلهم برشام، اللي هو برشام للإسهال، مفيش مشكلة. بنطحنه وبندوبه في شوية مية صغيرين وبنشربه بسرنجة. تمام. جبنا برضو اللي هو الدواء السائل، مفيش أي مشكلة منه. تمام. أهم حاجة لما يحصل عندنا حاجة يبقى عارفين ايه سبب، ايه المشكلة دي، ايه سببها وايه حلها. تمام. فلو عرفنا السبب هنعرف نحل كويس ومن غير اي مشاكل. ومن الحاجات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها برضو مع صغار الأغنام والماعز، معلقة نشا صغيرة أو معلقة كبيرة مفيش مشكلة مع ليمونة، وبندوبهم الاتنين مع بعض في شوية مية. تمام. وبنشربهم له. برضو النشا من الحاجات اللي بتوقف الإسهال بشكل ملحوظ جدا ومفيدة جدا. تمام. ونتائجها، نتائج العلاج برضو عشان ما نستعجلش، نتائج العلاج بتاخد لها حوالي 3 ايام، لان زي ما قلنا دورة الهضم او الاكل في الكرش بيفضل 3 ايام
عبال ما يخرج من الحيوان. وده كان فيديو النهاردة، وما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك ومشاركة، حاول تفيد غيرك وتستفيد. وان شاء الله نتقابل في حلقات تانية كتير، وان شاء الله نحاول نقدم كل اللي اتعلمناه. واسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.